السلام عليكم. النهاردة هنعمل أكلتين حلوين جدا، أكتر أكلتين بيشدونا واحنا ماشيين في الشارع. أول ما بنشم ريحتهم بتبقى يعني حتى لو احنا مش جعانين بنبقى عايزين ناكل. طبعا هنعمل مع بعض الكبدة الاسكندراني والسجق الاسكندراني، حاجة كده جميلة جدا وسهلة وبسيطة وبتخلص يعني في دقايق معدودة. وطبعا الأكلتين دولت مفيش اختلاف عليهم، كلنا بنعشقهم وبنحبهم، كبير وصغير. ونسمي بالله ونبدأ. معايا نص كيلو سجق. هقطع السجق. ممكن برضو يعني تعملي السجق من غير ما تقطعيه عادي، يعني ممكن تعملي سليم، ممكن تقسميه نصين. يعني انا لقيت السجق عندي كان كبير، فيعني قطعته على 3 قطع كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلصت السجق وهندخل بقى على الكبدة. الكبدة طبعا أنا كان عندي كبدة مجمدة مش بلدي. مسكتها غسلتها وقبل ما أقطعها وشلت الحاجات اللي هي حواليها دي. بعد كده هبتدي أقطعها قطع صغيرة، هي كانت عندي شرايح وأنا قطعتها قطع صغيرة كده. قطعها بالحجم اللي انت يعجبك. وطبعا سندوتشات الكبدة دي بالذات يعني بتبقى، أنا بحب أعملها يعني اللي هي المجمدة دي، لأن بتبقى طعمها زي بتاعة المحلات بالظبط، غير الكبدة البلدي. جبت بصلتين كبار كده زي ما انتم شايفينهم، قطعتهم عشان هحتاج بصل للسجق وبصل للكبده. برضو جبت فلفل زي ما انتم شايفين كميه برضو اهوت، عشان برضو هحتاجها للاتنين، هقطعهم برضو لان هحتاج للسجق والكبده برضو الفلفل يعني وكده. اول حاجه بقى هجيب السجق من غير اي ماده دهنيه، لان السجق بيبقى فيه دهون وبيبقى فيه توابل، فاحنا مش هنحط فيه توابل كتيره. وهحطه كده على النار لحد ما يبتدي يطلع الدهون شويه. حطيت حبه ميه صغيرين، او يعني قد 3 معالق ميه صغيرين، عشان خاطر يعني ايه ما يتحرقش مني وفي نفس الوقت يطلع الدهون بتاعته. اول ما يبتدي يطلع الدهون بتاعته كده، حطيت نص كميه البصل اللي انا قطعتها بالشكل دوت. هقعد اقلب بالشكل ده كده. واول ما يبتدي البصل يعني يدبل شويه كده، هبتدي بقى ايه، هحط بس يعني فلفل اسود، واحط حبة ملح صغيرين، مش هحط اكتر من كده، لان طبعا السجق بيبقى كله توابل واحنا كلنا عارفين ان السجق بيبقى كله توابل. بعد كده اول ما البصلة ابتدت تدبل خالص كده، هنزل بقى ايه بالفلفل اللي انا قطعته، نص الكمية اللي انا قطعتها، لان نص الكمية التانية هنستخدمها في الكبدة. طبعا انا ما استخدمتش اي دهون خالص، لا زيت ولا سمنة ولا زبدة ولا اي حاجة، واعتمدت بس على الدهون اللي طلعت من السجق. بعد كده هي اخر حاجه هحطها صوص الباربيكيو، ممكن تحط يعني كاتشب عادي. حطيت الصوص الباربيكيو، قعدت اقلب شويه كده اهوت، حوالي 3 دقايق بالشكل ده. وبعد كده بقت تمام كده، السجق بقى تمام كده عندي وطفيت عليه. هدخل بقى على الكبده. احط معلقه زبده وحبه زيت، والزيت اساسي معانا في الكبده. وبعد كده حطيت بقيه كميه البصل اللي كنت مقطعاها، وكنت مقطعاها جوانح زي ما انتم شايفين كده. بعد كده عندي البصل، عقبال ما ابتدت تدبل شويه على النار جبت الثوم، هحطه كده وعليها هريسه شطه ومعلقه حبه ملح يعني. وناخد بالنا من الملح يا جماعه، عشان الملح برضو ايه، كل واحد على حسب ما بيحب الملح قد ايه. بعد كده هنزل بالكبده على البصل، كانت البصله يعني دبلت شويه. وبعد كده نزلت بالكبده، وهقعد اقلب كده، وهقعد اقلب كل شويه كده. اول ما بتبتدي كده تاخد لون معايا بالشكل ده، هحط حبة ملح وحبة توم باودر وبصل باودر وكمون وفلفل اسود، وحبة وورق لورا، وحبة جوز الطيب، وحبة بابريكا. حطيت الحاجات دي كلها وهقعد اقلب بالشكل ده. وحطيت ليمون، عصرت ليمونة وحطيت الليمونة برضو معاها كده في الكبدة عادي، مش هيحصل لها اي حاجة، عشان ريحة الزفارة يعني. والليمون ده جميل جدا يعني بيمنع اي زفارة. ونفضل نقلب الكبدة بالشكل ده. وبعد كده هنزل بباقي الفلفل اللي كنت مقطعاه على الكبدة كده، واقعد اقلب بالشكل دوت كده. يعني حرفيا ان الكبدة دي ما بتاخدش يعني وقت خالص على النار.
وبعد كده دقيت التوم زي ما انت شفتوا كده، وهرست الشطة مع بعض. وبعد كده هنزل عليهم بالكبدة واقعد اقلب. اول ما تبتدي بقى ريحة التوم تطلع، والريحة يعني تبقى صراحة كانت جميلة جدا يا جماعة. فخلاص كده انا ابتدي بقى اطفي على الكبدة، واطلع بقى الليمون اللي انا كنت حاطاه ورق اللورة، عشان لما اجي اعمل السندوتشات ما يبقاش في اي حاجة ايه مزعجة. بعد كده دي الكبدة هنا استوت، والسجق كمان تمام زي الفل. حاجة كده يعني ما شاء الله ريحتهم تجنن جدا، ويا ريت تجربوا الوصفة بتاعتي هتعجبكم ان شاء الله. هبتدي بقى كده هوت اعمل السندوتش. عملت معاكم سندوتش سجق، وهعمل معاكم سندوتش كبدة، وبعد كده هحشي بقية الكمية لوحدي. كده هنا اهوت عملت السجق زي ما انتم شايفين كده، وهنا برضو عملت الكبدة، وطبعا عملت باقي الكمية لوحدي ورجعت لكم بالشكل ده. صراحة السندوتشات تحفة جدا، منظرها جميل جدا، والأولاد كانت عاجباهم جدا السندوتشات وطعمها جميل جدا. وممكن تحطي كمان طحينة، بس احنا مش بنحب الطحينة قوي يعني. ويا رب تكون وصفتي عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في قناتي. مع السلامة.